ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. طبعا أوقات كتير بنشوف أشخاص بياكلوا كتير جدا رغم إنهم مش جعانين، لكن لمجرد إن الأكل بيسبب لهم حالة من النشوة والسعادة فبياكلوا، وبيبقى حاجة زي الإدمان، لكن من نوع تاني وهو إدمان الأكل، اللي هو فرحان باكل، زعلان باكل، متضايق باكل، في كل الظروف باكل، وده اللي بيطلق عليه الجوع العاطفي. طبعا النتيجة بتكون معروفة، سمنة بدرجاتها على حسب طبيعة جسم كل شخص، وده في نهاية المطاف مش بس بيخليني شكلي وحش ومش واثقة في نفسي، لا ده كمان بيسبب أمراض كتير جدا احنا في غنى عنها. علشان كده منوراني النهاردة في الاستوديو دكتور أميرة مهيب، خبيرة التغذية العلاجية، واللي هتكلمنا النهاردة عن الجوع العاطفي، معناه ايه وأسبابه ايه وايه علاجه. أنا أول مرة يا دكتور أسمع الموضوع ده. أولا أهلا بيكي، منورانا ومشرفانا النهاردة. أنا كمان مبسوطة جدا مع حضرتك، وإحنا كمان سعداء بوجودك معانا. والنهاردة موضوع غريب شوية، يعني ليه مسمى يمكن إحنا في ناس تعرفه، في ناس كتير ممكن تكون أول مرة تسمع عن الجوع العاطفي. إحنا فعلا في ناس حقيقي لما بتتضايق أو بتزعل بتاكل، ولما بتبقى فرحانة بتاكل، عكس ناس طبيعة ناس تانية ما بتزعل ما بتاكلش مثلا، بس ما بتفرح بتاكل كتير مثلا. لكن التفاوت ده اللي بيوصلنا لنتيجة واحدة. كلمينا الأول عن المصطلح ده وإزاي بيجي لنا إحساس الشعور العاطفي ده، يعني هو شعور كاذب ولا حقيقي، ولا احنا مبنبقاش جعانين فعلا ولا إيه؟ لا، هو شعور كاذب. هو زي ما حضرتك قلتي كده، هو الجوع العاطفي ده من اسمه هو ليه علاقة أو مرتبط معايا بالمشاعر. يعني أنا مكتئبة هاكل، جعانة هاكل، فرحانه هاكل، مريت افتكرت مثلا موقف حصل لي او اتفرجت على فيلم مثلا مؤثر، احط همي في الاكل بالظبط. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان اللي بيحصل ان احنا يعني لما بيحصل لنا الموقف ده وبيجي لنا حاله من الاحباط، وفي نفس الوقت بنحس ان احنا جعانين جدا وبنبقى عايزين ناكل، جسمنا ساعتها بيترجم ان احنا بيربط موضوع الاكل بالحاله النفسيه، فلما بتتكرر تاني بنرجع تاني ناكل نفس كميه الاكل. فهو الفكره كلها في موضوع العواطف والمشاعر والاكتئاب وكل الاحاسيس المختلفه دي. بالظبط. طيب احنا نبدا بقى نتكلم عن هو ليه اسباب معينه غير اللي احنا اتكلمنا عنها، المواقف اللي بتمر بينا او حالات الاكتئاب او ما الى ذلك. هل ممكن واحد يبقى داخل لسه واكل بس يفتح الثلاجه يلاقي حاجه يبقى عايز ياكل؟ ممكن تكون جوانا احنا مش جعانين. بالظبط. هو فعلا هو جوع غير حقيقي تماما. هو الفكره بتبقى ان انا بحس ان انا يعني رابطه ده بالاحساس اللي انا حاسه بيه، لكن هو في الاصل هو مش جوع حقيقي. هو ممكن ابقى يعني لسه واكله وفي نفس الوقت ابقى مريت بموقف، فبالتالي بخش في الحاله دي. ليه طبعا اسباب، الاسباب النفسيه زي ما قلنا، وليه اسباب فسيولوجيه زي السيدات اللي بيجي لها الدوره الشهريه مثلا. برضو في قبل فتره الدوره الشهريه دي بتتعرض لتوتر وقلق واكتئاب، وتلاقي نفسها بتبقى عايزه تاكل. بالظبط. هي الموضوع كله في الهرمونات. طيب انا دلوقتي التوتر والاكتئاب والستريس اللي بيجي لي نتيجه ضغط بقى الشغل او ايا كان، ده بيعلي عندي في جسمي هرمون اسمه هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده لما بيعلى، هو موجود في جسمنا بنسب معينه، لكن لما بيعلى زياده عن اللزوم بيوقف عمليه الحرق عندي، وبيختزن كل الاكل اللي انا باخده ده في منطقه البطن وبيحولها لدهون بقى عند الرجال في منطقه الكرش، وفي السيدات عند منطقه البطن. بس فانا لازم عشان اعرف افرق بين حاله الجوع العاطفي اللي انا بمر بيه او هو جوع حقيقي، لازم يعني هو بيبقى الجوع العاطفي بيبقى قبله شعور وبعده شعور. ازاي؟ يعني انا دلوقتي اكتئبت، ممكن ابقى انا لسه واكله حالا بس بحس ان انا جعانه. طيب الجوع متقبله بقى اي حاجه هشوفها، يعني هدوس فيها بالظبط، ايا كانت بقى. بالظبط. وبعديها بحس بذنب رهيب، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا ازاي عملت كده؟ طيب الجوع الطبيعي افرق بينهم ازاي؟ الجوع الطبيعي ده بيبقى جوع تدريجي، يعني انا حاسه ان انا جعانه دلوقتي وبعدين يشتد بقى. بالظبط، واحده واحده، وممكن ابقى مثلا واكله قبليها ب3 4 ساعات، ساعتها ابدا لا انا فعلا الجوع اللي انا حاسه بيه ده جوع حقيقي مش جوع عاطفي، مش جوع كده وكده، ومش هينفع ان انا اشتت نفسي عنه. لكن الجوع العاطفي هعرف ازاي ان هو جوع عاطفي؟ لو شتت نفسي عنه، الهي نفسي في حاجه،
اقوم اعمل حاجه، المهم ابقى فاهمه جسمي وابقى فاهمه اللي انا بمر بيه ده. انا دلوقتي مريت بحاله معينه من الاكتئاب او الضغط، فانا حاسه ان انا جعانه وانا لسه واكله، فترجم على طول ان ده جوع عاطفي. يبقى اقوم مثلا اول حاجه اعملها اشرب كوبايه ميه، او اعمل حاجه سخنه مثلا، او اعمل اي حاجه يعني سخنة. يعني واستنى علاجه شويه، ان احنا ننتظر عليه هيروح. هو هيروح لان هو مش جوع حقيقي. كويس. بلس ان هو اصلا كل الاكل اللي انا باكله ده، هو اصلا نفسي بتجيبني دايما على اكل غير صحي. يعني عمري مثلا ما هيجي لي الجوع العاطفي ده ابقى عايزه اكل سلطه او باكل فاكهه، لا انا دايما زي النهارده بالظبط. النهارده كلنا عاملين حاجات، اكيد في ناس كتير بتبقى حابه تتجمع مع عائلتها، وطبعا كل سنه وانتي طيبه، وكل سنه ومشاهدينا طيبين، وسنه سعيده علينا وعلى حضرتك وعلى كل متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. يعني متوفقين يا رب، ودايما امنياتكم تتحقق باذن الله في السنه القادمه، ويشفي ربنا كل مريض كان تعبان السنه دي، ان شاء الله يبقى بصحه وعافيه في السنه اللي جايه باذن الله. فاحنا كلنا بنبقى حاطين نوعيات من اكل مختلفه وحلويات بشكل مختلف بالظبط، وبنبقى عايزين نشارك، لان هو من ضمن يعني يقولوا ايه، من ضمن الحاجات الجميله في الحياه، ربنا جعلها نعمه حلوه لينا يعني، بس المهم نوظفها صح. بالظبط. طيب هنبدا بقى نتكلم مع حضرتك عن لو انا دلوقتي عندي الاحساس ده كتير، وفتره انا بمر بيها لا قدر الله صعبه، او فتره في الحاله النفسيه صعبه، اقدر الاناسيليوم يساعدني في الفتره دي بشكل قوي؟ طبعا. طيب كلمينا عنه بقى يا دكتور بعد اذنك اميره. كده ايه واحده واحده، ونقول لاصدقائنا لسه اول مره يعني يشوفوا، هنعتبر ان في اصدقاء لسه ما يعرفوش عنه حاجه. كلمينا عن الاناسيليوم. خلاص، هو الاناسيليوم انا بس في حاجه عايزه اضيفها. اتفضل. لروتين حياتنا اليوميه. انا اهم حاجه عشان اعرف اخرج من اي ادمان انا بعيشه، سواء بقى ادمان للاكل او جوع عاطفي او ايا كان، ان انا لازم يبقى في نظام في حياتي اليوميه، ويبقى عندي روتين يومي. صحيح. يعني ايه؟ يعني انام في وقت معين، بصحى في وقت معين، وجباتي بتبقى منظمه وفي مواعيد ثابته وعلى مدار اليوم، ما اسيبش نفسي جعانه لفترات طويله. وهنا بقى بيجي دور الاناسيليوم في الموضوع ده، ان هو بيخلينا نقلل او نحد من الكميات اللي احنا بناكلها، لان هو فكرته ببساطه عامله زي بالون المعده كده. احنا بناخد الاناسيليوم ده، هو عباره عن الياف طبيعيه غنيه بفيتامين سي وماده البرومالين. دول مواد حارقه وبتساعد على حرق الدهون المتراكمه في الجسم، وفي نفس الوقت هي بتساعد على عمليه الهضم وتنظيم السكر في الدم، وكمان حركه الامعاء، بتنظم حركه الامعاء عشان بالذات. مليانه الياف ما بتسببش امساك بقى الناس اللي بتعاني في الدايت. فده فكرته ببساطه، احنا بنحطه على نص كوبايه ميه قبل الوجبات الرئيسيه بتاعتنا، وبناخده بنشرب بعديه كوبايتين ميه، وبنستنى من نص ساعه لساعه وناخد الوجبه الرئيسيه بتاعتنا. هينزل هيعمل بلك في معدتي، هينفش، فبالتالي هيتبقى لي مثلا تلتين او ربع المعده بتاعتي، هي دي اللي انا هقدر اكل بيها الكميات اللي انا المفروض اكلها، علشان ابقى ماشيه برضو اقلل الاول الكميات، وبعد كده ابدا اكل بقى او امشي على هيلثي لايف ستايل. ما انا ما ينفعش برضو مريض سمنه يبقى جاي لي او بيعاني من اي اضطرابات في الاكل وابدا اقول له لا انت هتبطل الحاجات دي مره واحده، بالذات لو هو بيعاني تجيله حاله نفسيه ويتضايقوا جدا. بالظبط، هو ولو بيعاني بدا اسبوع مش هيكمل. تمام. فاحنا الاول بنحدد الكميات بتاعته، وبعد كده واحده واحده بنبدا ان احنا نخليه يتعود ان هو يغير العادات السيئه بتاعته لعادات صحيه. كويس. طيب انا عندي انواع من كورس الاناسيليوم. عندي كورسين، كورس الاناسيليوم العادي وكورس الاناسيليوم المكثف. كويس. ايه الفرق بينهم؟ ان كورس الاناسيليوم العادي ده هو الالياف اللي احنا اتكلمنا عليها بالاضافه لسكر سيسل وكمان المورينجا. الكورس الاناسيليوم المكثف بيتضاف عليه الكبسولات بتاعه الاناسيليوم، دي عباره عن كبسولات غنيه بماده الكافيين وكمان ماده الكارزينيا كامبوجيا، والاثنين دول بيساعدوا على عمليه الحرق بطريقه حلوه جدا. طب انا بفضل انه انواع للكورس دي اديها لانه نوع من البيشنتس. بالنسبه للكورس الاناسيليوم العادي انا بفضل اديه للناس اللي عندهم سيستميك ديزيز او امراض مزمنه زي الضغط والقلب والسكر وامراض الشرايين، وكمان السيدات الحوامل اللي بترضع علشان ما ينفعش اديهم اي حاجه فيها كافيين ممكن توصل للبيبي. انا ممكن اساعدهم ان هم يخسوا بطريقه هيلثي وصحيه، وفي نفس الوقت ما تبقاش تاثر على صحتهم. كويس. وكمان الاطفال، لان هو امن جدا على الاطفال، فانا ممكن ابدا اديه للاطفال اللي بيعانوا من السمنه من اول سن 3 سنين. كويس جدا. الاطفال امن بقى بالنسبه لهم يعني. قولي لنا بقى، طب نبدا كده ناخده في روتين اليوم، يعني احكي كده معانا لو هنعمل روتين يومي وعايزيننا ننتظم عليه بقى يا دكتور اميره. نعمل ايه يعني؟ ادينا كده امثله للناس تنزل شغلها بدري، او حتى الاطفال الحبايبي اللي بيروحوا المدرسه.
الناس اللي بتبدا الاول زي ما قلنا بناخد الدايت اللي احنا متفقين عليه، بنفطر الصبح. لو هاخد كورس الاناسيليوم المكثف هنضيف عليه الكبسولات. طيب كورس الاناسيليوم المكثف ده انا بديه للناس اللي هي عندها زياده في الوزن زياده عن اللزوم، او الناس اللي كان عندها هيستوري في الدايت قبل كده، جربت مثلا حاجات كتير وما جابتش معاها نتيجه، فمحتاجه حاجه معاهم طبعا في طريقه التعامل معاهم. بالظبط والله في النتائج طبعا بيفرق جدا يعني معاهم. دي معلومه جديده برضو مهمه ان احنا نخلي بالنا من القصه دي، ان في ناس ممكن تكون جربت ولسه بتجرب مع الاناسيليوم، فانتوا بتتعاملوا معاها بسيستم مختلف بالظبط عشان تقدروا تحققوا النتيجه اللي هم عاوزينها. احنا اهم حاجه عندنا في اون تارجت فارما ان احنا نوصل البيشنت للنتيجه المرضيه ليه، وفي نفس الوقت النتيجه اللي احنا ترضينا. ده بيتم عن طريق ان هو لما بيتواصل معانا بيملى زي ابلكيشن. الابلكيشن دي بنعرف بيها الهيستوري بتاعه، وفي نفس الوقت بنقدر نحدد عليها نوع الكورس المناسب للحاله بتاعته. قبل ما نتكلم عن الابلكيشن ده عايزين الاول يعني تقولي لنا طرق التواصل من خلال الشاشه، او لنا بقى الارقام. طرق التواصل عن طريق الواتساب او الارقام الموجوده على الشاشه، وفي نفس الوقت عن طريق الصفحات الرسميه بتاعتنا على الفيسبوك، دي شركه اون تارجت فارما، والصفحه الرسميه بتاعت دكتور نهال حافظ. كمان على الانستجرام صفحه اون تارجت فارما، وصفحه دكتور نهال حافظ. ممتاز. دول طرق التواصل، ارقام عليها واتساب، حتى لو حد مش عارف يتواصل او الخطوط مشغوله يقدر يتواصل عن طريق الواتساب. بالظبط. طيب نستكمل بقى. اول ما بيجي لكم الحاله او بتتلقوا يعني حد بيسال عن الاناسيليوم، بتتعاملوا معاه ازاي بقى؟ اول حاجه بناخد الهيستوري بتاع البيشنت، نعرف هو بيعاني، هل هو بيعاني من امراض مزمنه، هل هو عنده ضغط سكر، هل هي سيده بترضع، هل هو طفل صغير. واحنا عندنا في الفريق الطبي بتاعنا يعني في زي دكاتره متخصصه في كل حاجه، يعني في دكاتره متخصصه في التعامل مع الاطفال، في دكاتره متخصصه في التعامل مع الامراض المزمنه يعني وهكذا. بالظبط. فنبدا نعرف الهيستوري بتاعه كويس عشان اقدر احدد نوع الكورس المناسب بالنسبه له، وبعد كده ببدا بقى ارشح له الحاجات اللي هو المفروض ان هو ياخدها، وممكن كمان ادخل معاها عوامل مساعده تانية زي الجرين كوفي او المورينجا. دي حاجات بتبقى لطيفه جدا، يعني ممكن تبقى حاجات بتساعد في الحرق تقصدي؟ بالظبط، بدل المشروبات اللي هي يعني حد بيحب يشرب مثلا قهوه كتير، فبدل ما يشرب قهوه كتير احنا ممكن ناخد حاجه صحيه وفي نفس الوقت تديني نفس الايفكت اللي هو بيحبه، وكمان بتساعد على عمليه الحرق زي الجرين كوفي مثلا. بس انتوا عاملينها كمان بفليفرز حلوه. عندنا بالبندق وعندنا بالموكا. حلو ده. علشان الناس اللي مش حابه طعم الجرين كوفي يا جماعه تلاقي برضو طعم حاجه هي الجرين كوفي. ايه الفرق بينها وبين القهوه العاديه؟ القهوه العاديه قهوه متحمصه، فالقهوه المتحمصه دي بتفقد جزء كبير جدا من مضادات الاكسده اللي فيها والحاجات المعادن المفروض ان احنا هنستخدمها. فالجرين كوفي طبعا بيبقى طعمها غير الطعم القهوه العاديه، عشان كده احنا عاملينها بفليفرز بحيث ان احنا لما نبقى نشربها تدينا الطعم حلو، وفي نفس الوقت يبقى كمان حاجه هيلثي تقدر ان هي تساعدنا على نزول الوزن. المره الجايه هنشرب سوا قبل ما تدخلي. مش هنشرب القهوه المحمصه المظبوطه، احنا هنشرب دكتور اميره القهوه مظبوطه، احنا هنشرب المره الجايه الجرين كوفي مع بعض. تمام. المره الجايه عليكي الجرين كوفي، المره دي عملت البن المحمص والمحوج، تمام كده؟ صح كده. خلاص تمام. اتفضلي. ايه كمان حاجات ممكن تبقى مساعده زي المورينجا مثلا؟ المورينجا بقى دي انا بسميها شجره المعجزات. الله. ليه بقى عنها بقى يا دكتور امير، عشان ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفاها، وهي اكيد مش متداوله قوي نقدر نعرف نشتريها بسهوله يعني. بالظبط. صح كده؟ عارفه حضرتك في حاجه في الجسم عندنا اسمها الشوارد الحره او الفري راديكلز. دي عباره عن جزيئات او ذرات اكسجين نشطه بتلزق او بتتعلق كده في الخلايا، تبدا تدمر لي او تبوظ لي الوظائف الحيويه بتاعه الخلايا دي، بتسبب لي بقى سرطانات، تسبب لي امراض تصلب الشرايين، بتسبب امراض كتير جدا. طيب هي ممكن تجيلي من ايه؟ ممكن تجيلي من كتر الاسترس والضغط العمومي الموجود في الحياه، في الشغل بقى او في البيت او ايا كان. بتجيلي من كتر ما باكل مثلا اكلات فيها مقليه مثلا في زيوت مهدرجه كتير وحاجات مهدرجه. بالظبط. ممكن تجيلي من السكريات، من اي دور برد جالي وراحهم ما عالجتوش كويس، فبتجيلي من الحاجات دي. الجزء الاساسي اللي موجود في جسمي عشان يقدر يحارب الموضوع ده هي مضادات الاكسده. فالمورينجا عندي فيها ميزه حلوه قوي، فيها 64 نوع
من المضادات الاكسده. يا ما شاء الله. فطبعا دي بتعلي المناعه جدا، وفي نفس الوقت بتحسن الصحه. كمان فيها هرمون اسمه الزياتين. هرمون الزياتين ده من الهرمون بيسموه في النباتات هرمون، يعني هرمون النباتات بيسموه اكسير الحياه، لان هو ليه فوائد حلوه جدا بالذات لسرطانات الجلد. اولا هو بيحمي من سرطانات الجلد، وفي نفس الوقت بيدي للجلد نضاره وبيحافظ على الالاستيستي بتاعتها، وكمان بيمنع تشقق الجلد، والله بيدي نضاره حلوه جدا. ده بيبقى مع الكورسات يا دكتور أمينة؟ طبعا بيبقى مع يعني الكورسات. الكورس بيبقى فيه اناسيليوم، وبيبقى فيه الحاجات اللي بتدعموها على حسب الحاله. على حسب الحاله. اوكي. على حسب الحاله. طبعا كمان مفيد جدا للسيدات اللي فتره المينيبوز او انقطاع الطمس عندها بتبقى الهرمونات عندها مش متظبطه، فده بيظبط الهرمونات جدا. مفيد جدا كمان للحوامل، للسيدات اللي بترضع. فانا بنصح بيه الناس ان هي تستخدمه، لان هو بجد من الحاجات المفيده جدا. انا اللي استمريت بس عليه لمده 10 ايام هبدا احس بفرق في صحتي وفي بشرتي، وكمان هي حاجه بتساعد على عمليه الحرق، بتعلي عمليه الحرق جدا. ان انتوا كمان بتطلعوا السكر السيسل، سكر سيسال اللي هو يعني اللي عايز يقنن من كميه السكر الابيض. احنا يعني عايزين بقى ندعم المبادره اللي عاملاها دكتور نهال بالظبط، فنحاول نقننه بالاول بنوع كده يدينا الطعم، ونقنن منه الكميات. صح؟ تمام. بيطلع مع كل الكورسات؟ هو كورس سيسال بيطلع غالبا مع كل الكورسات. كويس، عشان اصدقائنا يعرفوه. احنا يعني اهم حاجه لازم نبدا نبطلها في موضوع الدايت، زي ما دكتور نهال في المبادره بتاعتها بتقول، السم الابيض المتكون من السكر والملح والدقيق. فطبعا السكر ده من اول الحاجات اللي بتسبب عندي سمنه، وناس كتير خلايا سرطانيه بشكل قوي جدا. بالظبط، وبيعلي كمان الانسولين في الدم، وممكن تخلي ناس كتير قوي تدخل في حته مقاومه الانسولين. صحيح. لان هو بيعلي الانسولين. شباب صغيرين والله يا دكتور، وفعلا بيبقى عندهم المقاومه دي. بالظبط. بس فسكر سيسال من الحاجات الموجوده عندنا في اون تارجت فارما لطيفه جدا وحلوه جدا، لان هو مميز قوي. انا على فكره طعمه حلو، انا عشان جربته يعني ماشيه بيه. وشفتي الصبح احنا عملنا الكوفي، عملت منه لانه بيدي طعم حلو ومش بيمرر، وفي السخن حتى في دخول الفرن او كده. بالظبط، هو ليه ثبات حراري عالي، ينفع ان انا ادخله الفرن على درجات حراره عاليه. وكمان ماده السكرالوز اللي موجوده فيه هي الماده دي معتمده من FDA، ملهاش اي اثار جانبيه، زي ما بتخش الجسم زي ما بتخرج منه. وكمان هو بيعلي يعني طعم الحلو قوي يعني ممكن احط بس ما بيجزعش. يعني انا لما اخدت منه النسبه على مشروبات شتويه المفروض ان انا بحتاج فيها نسبه سكر، لقيت نفسي قادره اشرب الكوبايه الكبيره، في حين انا كنت بشرب بالسكر العادي كوبايه اصغر، لاني ما بقدرش استصيغ السكر بنسبه كتير. لقيتها ما شاء الله، لا الطعم حلو، بيديني نسبه سكر مرضيه، ولكن ما جزعتنيش، ما ضايقتنيش الحقيقه يعني. وكمان هو ما فيهوش طعم الافتر تيست بتاع الاسبرتين اللي بيبقى موجود في يعني بعض الانواع. طب ناخد طرق التواصل مره ثانيه بعد اذنك يا دكتور امير. طرق التواصل عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، واتساب او مكالمات تليفون. كويس. وكمان الصفحات الرسميه بتاعه شركه اون تارجت فارما على الفيسبوك، وصفحه دكتور نهال حافظ. ايوه. وعلى الانستجرام برضو صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال حافظ. هايل جدا. طيب قولي لنا بقى نصيحه كده يعني منك كده على مدار بقى، بما اننا في الشتاء وبما اننا داخلين كمان على اعياد تانية يعني، فقولي لنا نعمل ايه؟ يعني نمشي بقى اليوم بتاعنا كده نحاول نحافظ بيه ازاي؟ احنا طبعا هناخد اناسيليوم، فبالفعل هيبقى مقننين الكميات. تمام. بس قولي لنا بقى يعني مشروباتنا ممكن تبقى من المشروبات الصحيه دي ايه تاني غير كده ممكن يبقى في البيت ينفعنا؟ بصي هقول لحضرتك، هو اول حاجه ان احنا لازم نبقى عارفين ان الدايت ده مش فتره مؤقته وهتعدي. لا، انا لازم ابقى عارفه ان انا بغير عادات سيئه في حياتي اليوميه لعادات صحيه. صح. ومع الوقت ابدا بقى ايه، يعني ادخل على حته ان انا مثلا ابدل العيش الابيض بالعيش الاسمر، ابدا اقلل لحد ما ممكن ان انا امنعه خالص. كمان ممكن اشرب بقى حاجات مفيده لصحتي، زي مثلا القرفه، الجنزبيل، واحط عليهم سكر سيسال. اشرب حاجات تعلي الحرق وتزود المناعه، وفي نفس الوقت ما تدخلنيش في حته ان انا ادخل في سمنه. يعني مثلا المشروب الرسمي المعروف الفتره دي السحلب. يعني كتر السحلب ده برده من الحاجات اللي ممكن تدخلنا في حته مش حلوه، بالذات ان احنا لو هنحط عليه سكر بقى وكده.
فاحنا نحاول نقلل الحاجات دي على قد ما نقدر، ونحاول ان احنا نتعامل مع الدايت على انه هو هيلث لايف ستايل، نعود نفسنا عليه نشرب واحده ميه كتير واحده. عشان بنهملها كتير برضو في الشتاء. طبعا ده الميه دي من الحاجات المهمه جدا، لان احنا يعني جسمنا محتاج كميه ميه، هو اصلا مكون يعني 3/4 ميه تقريبا، من 70 ل 80% من جسمنا ميه. فاحنا محتاجين نشرب ميه كتير قوي عشان برضو صحتنا وبشرتنا، عشان نقدر نطرد السموم الموجوده في الجسم بتاعتنا. والله يا دكتور انا سعيده بوجودك جدا معايا بجد. والله يا دكتور أميرة والله مبسوطه جدا يعني بحضرتك، الحلقه مميزه حتى يوم مميز. وطبعا مبسوطه يعني بالكلام عن الكورس، ان في ناس كتير ممكن تكون لسه مع اول مره تشوف وتسمع معانا في الفقره. احنا اتكلمنا عنه كتير، لكن سعيده بان التكرار ده بيخلي ناس كتير قوي تاخد بالها من حاجات ممكن تكون ما خدتش بالها منها قبل كده. فعلا هو الدايت محتاج يبقى ان احنا نتخلص من عادات سيئه، ونبدا نعمل لنفسنا نظام جديد في حياتنا صحي لينا ولاولادنا. بالظبط. حتى الصغيرين انهم بداوا يعانوا من سمنه، بداوا يخسوا. انا بقيت اشوف ده في اطفال لا تتجاوز مثلا ال 12 وال 13 سنه. وحلو ان احنا ندي التوعيه دي للاطفال من هم صغيرين، لان احنا كمان اتعودنا على عادات سيئه كتير قوي من واحنا صغيرين. مظبوط. ان شاء الله نعدلها مع اناسيليوم ان شاء الله. سكر سيسل. وسعيده بوجودك معايا. اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني، دكتور أميرة مهيب، خبيره التغذيه العلاجيه لدى شركه اون تارجت فارما. نورتيني وشرفتيني. بنورك. ميرسي. ربنا يخليك. واسمحوا لي طبعا اشكر كل اصدقائنا متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. سنه جديده مليئه بالسعاده وبالتوفيق وبتحقيق امال واهداف ونجاحات مستمره للقناه ولحضراتكم كل متابعينا الكرام. ومن هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده. وسلام عليكم.